يعني مشبهينك بصبري نخنوخ؟ صبري اخويا وحبيبي طبعا، لكن بس انا من الناحيه النسائيه شويه يعني انا عايزه اقول لك حاجه. يعني الستات كلها بيقولوا لي يعني صبري نخنوخ، يعني المعلم صبري نخنوخ هو الحامي بتاعنا، بتاع الرجاله، بتاع الرجاله والشباب. فانت بالنسبه لنا ليلى الشبح هي. التطورات الأخيرة في قضية صبري النخنوخ فاجأت الكل، وخصوصا بعد القبض على المذيعة المصرية الشهيرة. لكن حكاية هروب الفنانة هاجر أحمد لخارج البلاد هي وجوزها أحمد الحداد، وكمان حكاية النائب البرلماني الشهير صاحب المطعم الشهير، هنعرف هو تم القبض عليه ولا حكاية فحص وبس. قصص مختلفة وفيديوهات أهم. قبل ما أطول عليكم محتاج بس أقول لك إن الحلقة دي مهمة جدا جدا جدا، ففضي لي نفسك 5 دقايق كده، عشان اللي هتسمعه النهارده هيفاجئك زي ما أنا اتفاجئت. وفي البداية عايزك تصلي على النبي معايا عليه أفضل الصلاة والسلام، واخدك للحكاية اللي أنت لو مش واخد بالك إن من كام يوم فاتوا كده صبري نخنوخ تم القبض عليه هو وعدد من رجالته، والناس كانت قالت قصة وهتروح لحالها مشكلة عادية. ما تم القبض عليه عشان عمل مشكلة مع صاحب معرض عشان ليه فلوس عنده، وقلنا عادي وهتعدي. لكن الموضوع كان مختلف. التطورات عمالة تتصاعد، وخصوصا لما النيابة العامة حبسته هو واللي معاه، وكان معاه أحمد الحداد رجل الأعمال المعروف صاحب معارض العربيات اللي متجوز الفنانة هاجر أحمد. لحد هنا أنت فاهم زي الفل. عشان النيابة العامة تطلع بيان أول امبارح قالت فيه إن صبري نخنوخ بيتزعم تشكيل عصابي لتهديد المواطنين وترويعهم وإجبارهم على دفع إتاوات وتهم تانية كتير، من ضمنها إن تم العثور على 9 قطع أثرية داخل بيته وأسلحة نارية داخل بيته المرخصة وحاجات تانية كتير. عشان كده تاني يوم على طول طلع قرار، اللي هو امبارح، أنا بجيب لك تسلسل الأحداث، طلع قرار بمصادرة أموال أو التحفظ على أموال صبري نخنوخ ومراته وابن اخوه وكل افراد اسرته، عشان بيفحصوا مصدر الاموال دي منين وكسبها منين وايه القصه. لحد هنا انت فاهم. عشان امبارح بعد قرار النائب العام او النيابه العامه بالتحفظ على اموال صبري نخنوخ، تيجي المذيعه المصريه الشهيره جولي امين اللي كانت حطت بوست كده وقالت دمت لينا سند يا معلم، واحنا بنحبك يا معلم، والناس دلوقتي بتتنصل منك يا معلم. المذيعه المصريه الجميله راحت على مرور النزهة عشان معاها ورق 9 عربيات. ال9 عربيات دول بتوع صبري نخنوخ، وعايزة تنقل ملكيتهم ليها. كانت بتقول للظابط مساء الفل يا باشا، انا عايزه انقل ملكيه الكام عربيه دول. ماشي تمام، ما عندناش مشكله. بيبصوا في الورق ده طلع بتوع صبري نخنوخ، ومين في مصر مش متابع القضيه ومش عارف قصه الناس؟ فهنا تم اختار الجهات الامنيه، والجهات الامنيه اختارت النيابه العامه اللي اصدرت قرارها بالتحفظ على المذيعه وعرضها على النيابه العامه بعد القبض عليها. ليه حضرتك؟ عشان بتخالفي قرارات النيابه العامه، بالاضافه ان حضرتك كده بتلتفي على ثروه المتهم صبري نخنوخ، فانت علاقتك بايه؟ ده هيكون اول سؤال. وتاني سؤال، الحاجه دي بتاعتك؟ وتالت سؤال، لو هي بتاعتك منين وعلاقتك ايه بيها وبيه؟ أسئلة كتيرة وممكن تهم كتيرة تتورد للمذيعة الشهيرة اللي كانت لامت وعاتبت الناس اللي بتتنصل من المعلم صبري نخنوخ، وقالت اللي هم كانوا بيحاولوا يسلموا عليك ويقربوا منك ويعملوا معرفش فيك ايه، فانتوا دلوقتي بتتهربوا منه. فهي للأسف اتحبست في نفس القضية بتاعتها، او دخلت او اتقبض عليها في نفس الوقت. ده كان الجزء الأول. الجزء الثاني في التطور في المشهد بتاعنا ان تم التحفظ على سيارات داخل معرض سيارات شهير بمنطقة الشيخ زايد. معرض السيارات ده عشان صبري نخنوخ شريك فيه. معرض السيارات ده يمتلكه رجل الاعمال احمد الحداد اللي قلت لحضراتكم اللي هو محبوس معاه في نفس القضيه، اللي راح معاه لصاحب معرض العربيات اللي قلت لكم عليه في بدايه القصه اللي مع المشكله. طيب احمد الحداد ده يعني بس عشان نفهم، مشارك احمد الباز، الاستاذ احمد الباز صاحب محلات قصر الكباب، هو نائب برلماني. احمد الباز بيقولوا ان بيتم فحص ملفاته. يعني خلونا نتكلم كده ايه على الدغري، عشان الموقع اللي حضراتكم شايفينه يقول لك نائب برلماني مع حصانه وعنده يمتلك مطعم شهير وبيشارك او في علاقات ما بينه وما بين صبري نخنوخ. فخلونا نقول الاسامي كده بوضوح، هو يقصده مين. لحد دلوقتي
مفيش قرار رسمي، ولحد دلوقتي مفيش كلام رسمي. لو ربطنا الخيوط ببعض، احمد الحداد في شراكه معاه مع احمد الباز في العربيات، وفي ناس بتقول لك في قصر الكبابجي كمان هو مساهم في فلوس قصر الكبابجي، واحمد الحداد مشارك صبري نخنوخ. فحضراتكم تعرفوا كده الرابطه جت منين، بس لكن ما تمش القبض عليه. ممكن يكون بيتم الفحص، وارد جدا، عشان كل من له علاقة بصبري نخنوخ بيتم فحصه حاليا، سواء مع ليك صورة، مكالمة، تعامل، فلوس، كل دول بيتم فحصهم. ليه؟ عشان القضية كبيرة. بالإضافة التطور المهم، يعني هنتخطى الجزئية دي لحين صدور كلام من النيابه. ما هي خلاص دلوقتي السلطه المختصه او الكلام هو الصح اللي بيطلع من النيابه العامه، فحبينا نوضح لحضراتكم بدون كلام بالغاز. يعني اتكلمنا كده على الدغري. الراجل احمد الباز اسمه ما اتحطش مع صبري نخنوخ، لكن وارد اللي يتم الفحص، وارد جدا، وخصوصا اللي له علاقه باحمد الحداد اللي محبوس في القضيه، واحمد الحداد له علاقه بصبري نخنوخ. فدي الربط عشان حضراتكم تبقوا عارفين. خلينا ندخل في الجزء المهم، وهنا هروب الفنان هاجر احمد وجوزها احمد الحداد رجل الاعمال. وهنا دي صوره من الخبر اللي نازل، والخبر اللي نازل ده كان بناء على الفيديو اللي نشرته هاجر احمد وهي في ايطاليا، وبتقول بتستمتع بالوقت وبتستمتع بدنيتها مع جوزها في قلب ايطاليا. حلو جدا. بفحص الفيديو ده اتضح اللي هو من فتره، بقاله فتره، مش جديد. طب ايه الرساله؟ مش عارفين. طب ليه بتعمل كده؟ برضو مش واضح، بالرغم ان جوزها محبوس. عايزه توصل رساله لحد اللي هم هربوا، ممكن للراي العام، للناس في الشارع، ما نعرفش. لكن اللي نعرفه ان الكلام ده مش قصه الهروب دي، ممكن تكون حاولت، الله اعلم. بس هي مش ممنوعه من السفر. يعني هاجر نفسها، الفنان هاجر احمد دي مش ممنوعه من السفر، ممكن تكون هي سافرت، لكن جوزها محبوس. رجل الاعمال احمد الحداد محبوس في قصه صبري نخنوخ. خد بالك عدد من القضايا الجديده والتهم الجديده عماله تضاف لصبري نخنوخ والناس اللي معاه. على سبيل المثال صاحب برج سكني في الدقي اتقدم ببلاغ رسمي ان صبري نخنوخ مستولي على جراج في منطقه الدقي لصالحه، وهو الراجل ما كانش عارف يعمل حاجه ولا يتكلم معاه. وهتلاقوا تباعا كده قضايا عماله تظهر، وناس عمالين يظهروا وبيتكلموا، عشان النيابه العامه قالت لك مفيش حد فوق القانون. هنتم تصفيه الموضوع، وهيتم فحص كل اللي ليه علاقه بصبري نخنوخ. وانا بالمره كده، واللي ليه علاقه بصبري نخنوخ، كنت عايز اقول ان في نخنوخه. يعني ايه نخنوخه؟ يعني في نخنوخه كده للستات، لو انتوا بتتكلموا بقى على البلطجه ففي واحده طالعه بتعترف وتقول انا زي صبري نخنوخ. هي ليلى الشبح اللي كانت محبوسه في قضيه السوشيال ميديا والتيك توك الفتره اللي فاتت دي، اللي هو الفيديو بتاعها كده. يعني مشبهينك بصبري نخنوخ؟ صبري اخويا وحبيبي طبعا، لكن انا بس من الناحيه النسائيه شويه. يعني انا عايزه اقول لك حاجه، يعني الستات كلها بيقولوا لي يعني صبري نخنوخ، يعني المعلم صبري نخنوخ هو الحامي بتاعنا، بتاع الرجاله، بتاع الرجاله والشباب. فانت بالنسبه لنا ليلى الشبح هي. الفيديو ده مش عارف هيعدي كده ولا لا، مادام ملف صبري نخنوخ اتفتح وعلاقاته وكل المحيطين بيه، فيا ترى الفيديو ده هيعدي كده؟ واللي بيعلن عن نفسه انا زي صبري نخنوخ بس في الستات، ده عادي؟ هو ده اللي محتاجين نسأله. مادام فتحنا بقى المجال وقلنا هننظف وهنلاقي الدنيا، فأتمنى من الأجهزة الأمنية والنيابية فحص علاقات كل أشكال وعلى شاكلة صبري نخنوخ. حاولنا نقدم النهارده حاجه كده مختلفه، بنفصل وبنقول كل اللي بيحصل، عشان يعني ايه تكون ابديت اول باول في كل الحكايه. اشوفك على خير، واشوفكم على الف خير. سلام عليكم.